ازيكم يا حبابي؟ أنا الجد حكيم، وجيت أحكي لكم النهاردة حكاية مهمة أوي عن الأمانة. كان يا مكان في قرية صغيرة ولد طيب اسمه آدم. آدم كان مشهور إنه دايماً بيقول الصدق وبيحافظ على الأمانة. في يوم وهو ماشي في الطريق رايح المدرسة، لقى محفظة صغيرة وقعت من واحد راكب عجلته ومشي بسرعة. آدم مسك المحفظة، فتحها عشان يشوف فيها إيه. لقى جواها فلوس كتير وبطاقة عليها صورة الراجل واسمه. ساعتها قلبه دق بسرعة وقال لنفسه: يا ترى أرجعها ولا أخدها؟ محدش شافني. لكن آدم افتكر كلام باباه ومامته اللي دايما بيقولوله: الأمانة يا آدم كنز غالي، اللي يحافظ عليها ربنا هيحبه ويوفقه. آدم لف بسرعة وجري لحد ما لحق الراجل وهو بيقول: عمو المحفظة دي وقعت منك. الراجل بصله بابتسامة وفرح قوي وقال له: يا حبيبي، انت ولد أمين وشاطر، ربنا يبارك لك، انت علمتني إن الدنيا لسه بخير. آدم حس في قلبه بسعادة كبيرة وفرح لأنه عمل الصح وحافظ على الأمانة. يا ولادي، افتكروا دايما، الأمانة مش بس إنك ترجع حاجة لحد، الأمانة إنك تبقى صادق وتحافظ على حق الناس. لو عجبتكم القصة يا حبايبي، اعملوا لايك واشتركوا في القناة. وجدكم حكيم بيحبكم كلكم.